عملنا فيديو امبارح عن الصحفي احمد عويس والغلطه الشنيعه اللي عملها في المؤتمر الصحفي لما اتريق على هاني قصاد ولما كان يعني رامي ربيعه موجود في المؤتمر ورامي ربيعه تجاهله. وطلع حتى يبرر يقول لك دول صحابي وعادي، ويا ابني ما فيش لعيبه بتصاحب صحفيين يا ابني غير عشان المصلحه، وانت مش صاحبه حتى. يعني لو انت صاحبه انت طالع تغطي البطوله، مش طالع تقعد معاه تقفوا على بعض يعني. وحتى هو قبلها بيومين كان نزل فيديو ان هو في مؤتمر بتاع ماتش ايران، كان برضو رمى افيه كده مع حسام حسن وبين سبورتس قطعته وما نزلتوش، فكان متضايق. يعني انت طالع ترمي افيهات يا باشا ولا طالع تغطي مؤتمر ولا ايه؟ دلوقتي لسه ما طرحش رسميا مع ان القرار كان طلع، ولكن في دلوقتي يعني كلام بين هاني ابو ريده وبين حسام حسن. حسام حسن مصمم ان هو يرحله، و هاني ابو ريده بيحاول يقعده عشان هو من رجالته غلطه واعتذر والكلام ده. يعني ايا كان اللي هو طالع اتكلم فيه، تركي الشيخ عمل نفس الغلطه بالظبط. كتب بوست قال لك يا حسام يا حسن خلي واحد الماتش الجاي يمسك ميسي والتاني يمسك محمد هاني، وبيضحك. محدش اتكلم، محدش نطق. اللي نطق بس الناس في التعليقات لا خدوا يعني ردوا بصراحه، لكن ما حصلش الهوجه دي مع انها نفس الكلمه. وفي نفس الوقت بل بالعكس، يعني تركي الشيخ كتب كده بعد ما الهوجه دي حصلت على احمد عويس، لان المؤتمر الصحفي كان بعد الماتش على طول. تركي كتب البوست ده بالليل، يعني كان خلاص الموضوع طلع. ف ليه ما حدش اتكلم؟ ليه ما حدش نطق؟ ليه يعني ليه ما حدش استجرأ يقول له انت بتعمل ايه اللي بتعمله ده؟ بل بالعكس، يعني انا حتى قبل ما اعمل فيديو سالت حد اتكلم يا جماعه، كلمت ناس، حد رد، حد عمل حاجه؟ قال لك لا. وردود بقى الخايبه اللي هو اصل ده مش تصريح رسمي، لكن الصحفي ده كان في المؤتمر الصحفي، لكن ده يبقى عنده على الفيسبوك فيكتب اللي هو عايزه. يا سلام، انت لو عايز تشغل لجانك في ثانيه اللي هي بتقطع عيش ناس وبتبهدل ناس عشان بس تاخد حقنا او على الاقل ترد عليه، كنت عملتها. بس انت ما تستجراش تعمل كده مع تركي الشيخ، دي الحقيقه. ان هو لما بيقولها تبقى مضحكه ولذيذه لكن لما صحفي يقولها يتذبح، مع انها وهو الكلمه غلط في الاتنين. بل بالعكس، انت ممكن تدي مبرر للصحفي ان احنا حتى ايه وسط بعضنا كده نقفي على بعض. عارف ان شله صحابه بتقفوا على بعض، بس ما ينفعش حد يجي من بره يهزر على حد. مش هتسيبوه، مش هتسكتوا له يعني. هي كده. لكن احنا لا، احنا ما رضيناش انه نهزر وسط بعض، وجه حد من بره هزر علينا عادي وسكتنا. ليه؟ لقمة العيش. عمرو اديب طلع يصرخ امبارح ايه اللي عمله الصحفي ده؟ فتح بقه على طول على بوست تركي الشيخ، مع انها نفس الكلمه نفس المعنى. قال له حد يمسك محمد ان هي ابراهيم فايق هيفتح بقه اي حد، حتى الشباب السوشيال ميديا اللي بتعمل على السوشيال ميديا اللي ما لهمش قيود خايفين يتكلموا. ف حاجه غريبه يعني. موقف انا قعدت على فكره قبل ما اعمل فيديو، قعدت فليت النت، فليته عشان اشوف واحد نطق، واحد ولا حد. بالعكس، الناس داخله، في ناس داخله تبرر وتضحك ودمك خفيف يا طال عمرك. وفي ناس صراحه ردت، يعني حتى ناس صحابي لما بتخش على البوست بيظهروا لك اول كومنتات دخلوا ردوا. في ناس كتير داخلين واخدين حقنا، بس ده الرد الفعل الشعبي، لكن فين الرد الفعل الرسمي؟ كفايه انبطاح وخوف. ويعني والا ما كنتش بقى عملت حاجه للصحفي. ما دام انت تقبل ده يبقى تقبل ده، يبقى ما تسيبنيش ساكنك بقى على الراجل عويس ده.